أرحب بكل عناية وكل بهجة. أرحب بالإخوة الأعزاء والأخوات، أرحب بكم جميعا وأحييكم وأبتهج بلقياكم في هذا اللقاء المبارك المقدس، لقاء التهيؤ والاستعداد لحج بيت الله الحرام. هذا اللقاء الذي فيه تحملون نية العناية ونية الحرص والمبادرة على معرفة وتعلم أحكام الحج وكيفية أدائه وإتقان القيام بأعماله، لتكونوا على بينة وبصيرة. وهذا من المساعي المشكورة والمؤيدة، والتي يكتب لصاحبها الأجر والثواب، ولا ريب أنه مسعى في مرضاة الله عز وجل. شكر الله مساعيكم جميعا وأثابكم. الحج ركن من أركان الدين، وفريضة ثابتة بالضرورة من شريعة سيد المرسلين. الحج سبيل من سبل القرب إلى الله عز وجل، وطريق من طرق الفرار من السيئات والذنوب مع الله عز وجل إلى طريق القرب، إلى طريق الإنابة، إلى طريق التوبة. إبراهيم الخليل عليه السلام هو الذي أمره الله عز وجل بتبليغ الدعوة: وأذن في الناس بالحج. أذن، أعلن، يعني ادعو. يأتوك رجالا، قسم حرصا منهم على التذلل والخضوع لله، يقصدون البيت الحرام مشاة، منهم الحسن والحسين عليهما السلام، كان يقطعان الطريق من المدينة إلى مكة أكثر من 400 كيلومتر مشيا على الأقدام، النجائب تقاد بين أيديهم، سبل النقل المريحة أنذاك في ذلك الظرف موجودة، لكنهم يمشون تذللا وخضوعا لله عز وجل، وشوقا ورغبة في هذه الاستجابة والتلبية. توفيق عظيم، توفيق عظيم يجب أن يحمد المكلف ربه عليه إذا وجد نفسه في ركب الملبين والمستجيبين لنداء السماء والاستضافة رب الجود واللطف والعطاء. من هنا أيها الأحبة أنتم في مسعى مقدس ومبارك وعظيم، وفي خطوات مباركة تقودكم إلى أن تكونوا في موقع الاستضافة من قبل الله. هذه الاستضافة تصل فيها الكرامة الإلهية، يصل فيها اللطف والعناية الربانية إلى حد أن أحدهم يسأل الإمام عليه السلام، يقول إليه: من أعظم الناس وزرا؟ الوزر الذنب الثقيل. فقال عليه السلام: من وقف هذين الموقفين، عرفة والمزدلفة، وسعى بين هاتين الجبلين الصفا والمروة، ثم طاف حول هذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم ظن أو قال في نفسه أن الله لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزرا.
يعني يجب أن نتيقن، يجب أن نعتقد اعتقادا راسخ أننا في ظلال رحمة الله، وأننا تحت يد عنايته ولطفه، فلنقدر هذا اللطف. الله ما دعانا، ما نادانا إلى بيته الحرام إلا ويريد أن يرحمنا. والمفروض أن الحج متحول في حياة الإنسان. يجب أن يعود العبد من الحج وقد خرج من كل ذنوبه، وقد أخلص إلى الله عز وجل توبته، وقد أعد العدة إلى قبره وإلى مثواه، وافدا على الله نقيا طاهرا نظيفا تائبا مخلصا منيبا، فارا من الدنيا وبريقها الخادع إلى الملك الحق، إلى الله عز وجل.